الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول. طبعا رمضان داخل، كل سنه وانتم طيبين. عايزين طبق فول يكون نضيف طبعا، معمول كويس وبحاجات بطريقه سهله. بصي يا ستي، انا بجيب الفول اللي هي البلدي العريضه دي. ما تجيبيش الفوله التانية عشان دي بتبقى كويسه جدا في الفول. بجيب عليها فول اللي هو المدشوش، وبجيب عليه عدس كمان ورز. ماشي، بحط من الفول اللي هو المدشوش مع نص كوبايه صغيره على معلقه كبيره عدس اللي هو الاصفر، معلقتين كبار اللي هو الرز، واللي هو كوبايتين الفول. بيعملوا لك حله متوسطه زي كده. ماشي، بالمنظر ده. دي بتقعد معايا اسبوع. ماشي، بس تاخدي احلى طبق فول صراحه. الفوله نضيفه كده ومش قشر كمان. انت بتجيبي الفول من بره غالي، وتلاقي الفوله كمان قشر مش فول. ماشي، هنغسل الحاجات دي وبعدين نيجي مع بعض. ماشي يا ستي، احنا غسلنا الفول بس برضه هغسله تاني. هحطه بس في ميه ابوشه لمده ساعتين او 3 ساعات. ماشي، عشان الفوله تنفش معاكي قبل ما نسلقها. بتغلي له ميه. ماشي، وتحطي عليه بس بعد ما نغسله برضو، بعد ما هو باش بعد ده بساعتين او 3. بتغسليه تاني مرتين 3، وبعد كده بتحطي عليه ميه سخنه. وبعد كده بتحطيه على النار بتاعته بتكون هاديه جدا. بس اول ما بيبدا يعني نغلي الاول، يعني يغلي غلوه واحده، وبعد كده نوطي عليه. ماشي، هنمشي معانا خطوه خطوه. بس قبل ما ابدا الفيديو، عايزاكم برضو اشكر كل الناس اللي بتخش بتكتب لي كومنتات وبتساعد القناه. وبشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش، يعني بتكتب كومنتات بتخليني والله بتفرحني جدا بالكلمات بتاعتكم، اللي هي بتحفزني يعني وبتخليني اعمل فيديوهات. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله يا جماعه. هنبدأ بقى، انا هبدأ اسيبه شوية وبعد كده نيجي مع بعض. بس بعد ما سيبناه طبعا ساعتين. ماشي، انا خليت الفولة لما بصي عملت ازاي، فردت ازاي ما شاء الله. هي كده كده يعني نفشت شوية. بعد ساعتين اوعي تزوديه عن ساعتين او 3 ساعات يا جماعة. بعد كده مش هيبقى فول اللي احنا بناكله ده. ماشي، هيبقى زي فول النابت. بعد كده هنحط عليه مية سخنة ونحطه على النار. الكل بقى دلوقتي هو بص، احنا سبته على النار يغلي بس الغلوه الاولانيه، وبيطلع ريم كده لازم نعينه. ماشي، من على الوش كده عشان اللي حد عنده قولون او اي حاجه ما يقومش عليه. ماشي، لازم يعني الريم ده. ماشي، المنظر ده كده. وبعد كده بقى هنقلبه. ماشي، طبعا حطينا الميه مغليه. ماشي، نقلبه بقى كده. كل بقى 10 دقايق كده تقعدي تقلبي فيه، اوعي تنسيه. ماشي، عشان نجيب اللي تحت فوق عشان كله يستوي. ماشي، المنظر ده هنغطيه بقى ونوطي عليه زي السهاري بالظبط. بصي بقى عامل ازاي. برضه هنقلبه. ماشي، هنطلب كل ربع ساعة او 10 دقايق نقلب فيه، نجيب لتحت فوق. ماشي، عشان كله يستوي. وعايز ميه تزوديله. ماشي، اوعي تسيبيه وتقولي هو هيستوي لوحديه، لا. ماشي، انا كده بعمل في حله يا جماعه عشان محدش يقولك طب انا ما عنديش اللي هي بتاعت الفول دي الدماسه. لا، انا عامله في حله اهي. ماشي، هنقلبه برده نسيبه بقى يستوي برده كده. ونيجي نقلبه تاني برده شويه كده برده تاني. ولا تحطي قوطه ولا بصل ولا اي حاجه. الحاجات اللي احنا كوناها، الحاجات اللي احنا حطيناها بس اللي تحطيه، اللي هو حطينا الفول وحطينا عدس وحطينا رز وحطينا فول المدشوش. ماشي، كل حاجه مقادير صغيره مش كتيره. ماشي، هسيب بقى يستوي ونجيبه. بصي، انا عايزه اعرف بس حاجه. لو انت سبتيه يوم بحاله، بص هيبقى زي الفول النابت ده اللي بيطلع لها بصي ودنت كده. احنا مش عايزين الفول يوصل للمرحله دي. احنا بس هنجيب الفول ونبله ويقعد 3 ساعات بس او ساعتين. وبعد كده بنغسله مرتين تاني. وبعد كده بنحط عليه ميه سخنه ونحطه على على البوتاجاز. اوعي تسيبيه لما يوصل للمرحله دي كده مش هينفع فول. ماشي، انا بس بقول للبنات المبتدئين يا جماعه عشان بس تبقى عارفين الفول ده او الفول ده فول نابت. ماشي، بص الفول اهو ما شاء الله. بصوا يا جماعه كهرمانه، بس لسه برضو انا هزوده ميه تاني. بصوا، كل شويه بقلبه وازوده شويه ميه. ماشي، شايف الفوله. اللهم صل على النبي يعني. برضو هنزود الميه تاني ويستوي يستوي برضو شويه تاني. ماشي، بصوا بقى الفول استوى ازاي ما شاء الله. بصوا، والميه عامله ازاي بتاعتها تقيله ازاي. شايفين ادي الفوله مستويه ازاي. وبألف هنا وشفا.